أهلا بكم في بين السطور، حيث المزرعة الحيوان لجورج أورويل تحكي الرواية عن حيوانات ثارت على الظلم الإنسان وحلمت بالحرية والمساواة، لكن الثورة سرعان ما اختطفت على يد الخنازير بقيادة نابليون المستبد، لتنتهي بعبارة: كل الحيوانات متساوية، لكن بعضها أكثر مساواة من غيرها. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة، حيث نغوص اليوم في أعماق من واحدة أهم الروايات في التاريخ، قصة لم تكن مجرد حكاية عن حيوانات، بل كانت مرآة عاكسة لصراعات البشر على السلطة. اليوم سنحكي لكم عن مزرعة الحيوان للعبقري جورج أورويل. تبدأ حكايتنا في ليلة هادئة بمزرعة السيد جونز، لكن الهدوء لم يكن إلا ستارا لعاصفة قادمة. الخنزير العجوز ميجر الحكيم والوقور يتبع حيوانات المزرعة ليحكي لهم عن حلم غريب لم يكن حلما عاديا، بل كان رؤية لعالم بلا بشر، عالم تتحرر فيه الحيوانات من عبودية الإنسان الذي يستهلك ولا ينتج. يرحل ميجر العجوز، لكن فكرته تظل حية. يقود الثورة خنازيران مختلفان تماما، سنبول الفصيح والنشيط، ونابليون الضخم والطموح. وفي لحظة يأس وجوع تنفجر الثورة، ويطرد السيد جونز خارج المزرعة، ولأول مرة تشعر الحيوانات بطعم الحرية. احتفالا بالنصر، وضعت الحيوانات دستورا من 7 وصايا، لعل أهمهما: جميع الحيوانات سواسية. ولكن هل يبقى الجميع سواسية عندما تظهر السلطة؟ سرعان ما بدأ النزاع بين سنبول ونابليون، وبينما كان سنبول يخطط لبناء طاحونة توفر الرفاهية للجميع، كان نابليون يربي في الخفاء 9 كلاب شرسة لتكون جيشه الخاص. وفي لحظة حاسمة يطلق نابليون كلابه لتطرد سنبول، ويبدأ عصر الديكتاتورية. بدأت الأمور تتغير ببطء. الخنازير التي كانت العقل المدبر بدأت تستأثر باللبن والتفاح، بحجة إنها تحتاج لغذاء العقل. والوصايا ال7 بدأت تعدل في جنح الليل لتناسب رغبات نابليون وأتباعه. فعندما بدأوا ينامون على الأسرة، تحولت الوصية إلى: لا ينام حيوان على سرير بملاءات. لعل أكثر لحظات المزرعة مأساوية هي قصة الحصان بوكسر، هذا الحصان القوي الذي كان يعمل ليل نهار، وشعاره دائما: سأعمل بجد أكثر. ولكن عندما ضعف بوكسر ولم يعد قادرا على العمل، لم يجد الرحمة من نابليون، بل بيع لجزار الخيول مقابل صندوق من الخمر للخنازير. مستمعينا،
تنتهي الرواية بمشهد تقشعر له الأبدان. الحيوانات تنظر من النافذة لترى الخنازير تجلس مع البشر، تلبس ملابسهم وتمشي على رجلين. لم تعد الحيوانات قادرة على التميز بين الخنزير والإنسان، لقد مسحت كل الوصايا ولم تبقى إلا وصية واحدة مشبوهة: جميع الحيوانات سواسية، ولكن بعض الحيوانات أكثر مساواة من غيرها. جورج أورويل لم يكتب قصة عن مزرعة، بل حذرنا من كيف يمكن للثورات أن تتحول إلى كابوس إذا تركزت السلطة في يد القلة، وكيف يمكن للجهل أن يجعلنا نصدق الأكاذيب مهما كانت. فجأة كانت هذه حلقتنا اليوم عن مزرعة الحيوان. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء آخر في حلقة جديدة. ولو الحلقة عجبتكم لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.